من هنا يا كودي. احنا اتحصرنا. شايفين ده؟ احسن لكم ما تتعاملوش معايا. ايوه، مش هتاخدوني عايش. انا بحذركم. انا شفت شهر كامل دروس كاراتيه على اليوتيوب. احنا بنستسلم. اعتقد ان كل ده سوء تفاهم. حاضر، هسكت. ده بيوجع جدا. انا حاسس اني سمعت حاجه اتكسرت. بص، في منهم كتير قوي. يلا نجرب. يلا قرب. تمام. اوبن جرايم. لا 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 لا، استنى. كودي. طيب الانسان عايز يقاتل. طيب ادوله سلاح. واو واو. هم بائسين جدا، بس في نفس الوقت مسليين جدا. احبسوهم، هيبقى ليهم فايدة في المراسم. لو سمحت، في ايه في المراسم دي؟ انا عندي حاجة تانية اعملها النهاردة بالليل. طيب تمام، ما تقلقش، انا هتفاهم معاهم. اوكي يا جماعة، انا عارف ان كلامي ممكن تحسوه غريب، بس انا وصاحبي بجد محتاجين نعدي من هنا. فانا عايز اطلب منكم شكرا انكم اخترتوا القرار الصح. يلا يا استاذ، بلاش نضايق الشباب دول اكتر من كده. اسف، غلطتي. طيب احنا هنروح فين دلوقتي؟ انتوا في الساحة يا صاحبي. ساحة ايه بالظبط؟ ساحة الموت يا صاحبي. شكرا يا صديقي. طيب خدوا بالكم من نفسكم هناك. شاب مؤدب جدا. مش قلقان يا كودي، مش قلقان اننا محبوسين في وسط ساحة الموت. وهم وصلوا. أبطال الشجعان اللي بإرادتهم قرروا يدخلوا ساحة الموت. طيب طيب يلا نبدأ المعركة. استنوا لحظة. لو دي ساحة قتال يبقى الفائز يستحق جايزة. ايوه. ايه الجايزة بقى؟ ادونا شوية حافز يا صاحبي. شوفوا الأغبياء البائسين دول. جايزة. هم عايزين جايزة. هاي، ده مش عادل على فكرة. لازم تراهنوا بحاجة على القتال ده. هو يعني دي القواعد. انت يا مش معقول، الباب مقفول. مين فيكم مع المفتاح؟ لا، ده المفتاح غلط. اديني المفاتيح التانية. انتوا عارفين اصلا انتوا بتتكلموا مع مين؟ العمدة المحلي؟ لا، انا اللورد الاعظم. اللورد الأعظم للعمد؟ احنا فعلا كنا عايزين نقول يعني لو كسبنا فعلا احنا نحب جدا ناخد على التنين بتاعك. اتفقنا. لو عشتوا هتاخدوا مكافأتكم. شكله وقع في الفخ. مش شايف انه وافق بسرعة قوي. كفاية كلام، حرروا الثلاثي الأسود. ايه، شكله مش بيعرف يعد. لا، لسه مش 3، دول 2.5 بالعافية.
المخلوق ده وحش، بيحطم كل حاجة في طريقه. واو. مفيش خروج تاني. انت قلت انك محتاج مساعدة يا صاحبي. في الواقع أنا اللي ساعدتك. لو ما اديتكش الدرع كنت هتبقى في خبر كان دلوقتي. هي انت يا نيرد، ليه ما ساعدتش اصحابك؟ طيب هم مش صحابي، بس هم ممكن يساعدوني. ها؟ ايه رأيكم في ده؟ انا عندي فكرة، بس مش هتعجبك. لازم يخبطنا تاني. الدرع مش هيستحمل أكتر من ضربة كمان. هنضطر نكتفي بيه. بصوا مين اللي لسه واقف بلا خوف للآخر. متوقع جدا. أنا جاي يا كوني. انت مش هتروح اي مكان. وأنا توقعت ده كمان. هاي، توقعت دي كمان؟ ها؟ لا يا غبي. ايه ده؟ إيه ده؟ هو كتير بزيادة. حراس. لو يا بتحاول تهرب مش كده؟ مين اللي قال إني بهرب؟ ها؟ ههزمكم المرة الجاية، ده وعد. استنى، هو رايح فين؟ وكمان اخد التنين بتاعي انا كمان؟ بصراحة أنا مش قادر أهتم دلوقتي. هاي، هو مديون لي بتنين. هو يعتبر انه سرق مني التنين بتاعي. على فكرة في الواقع ده تنيني أنا، ازاي بقى الكلام ده؟ عشان أنا اللي عملت كل التفاوضات.
بس أنا اللي طلبت التنين، ده معناه إنه بتاعي أنا. انت بتعرف اصلا تطير بالتنين؟ ده التنين الغلط. خلاص مفيش مفر من المواجهة. يبقى هنقف ونقاتل. ها؟ ايوه، الخوذة الغلط. طيب هو ده اللي حصل. كان في ايدي درع وسيف لا استنى لحظة. صح، العكس. المهم كان معايا درع وسيف، والحراس كانوا ماشيين ناحيتنا بخطوات مرعبة. ايوه، وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ وبعد كده يا اوبسي. ايوه ده اللي حصل، بس عشان الحساسية بتاعتي. طبعا، بس ليه كتفوك كده؟ يعني لاني كنت خطير جدا وكان لازم يكتفوني. سيبوني ماما، ساعديني، ده كله سوء تفاهم كبير. طيب لازم نلاقي طريقة للخروج من هنا، مش كده يا أستاذ خطير؟ ايوه ده صحيح، ويفضل قبل ما يتم اعدامنا. انا بكره الاعدامات جدا. المره اللي فاتت قدرت اهرب بالعافيه. اعدام؟ قصدك ايه باعدام؟ انا ما ينفعش اتعدم، الموضوع ده مش صحيح خالص. ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اروح البيت، انا بس عايز اروح البيت، ده ما ينفعش يحصل ليا. كودي، أنا بس عايز أقول كان شرف كبير إني سافرت معاك. مورتمر، أنت إزاي دخلت من غير ما تعمل دوشة كده؟ ممكن تبطل تستخدمني كدرع بشري؟ أنا كنت بس باخد بالي منك. هاي مورتي، أنت شاطر جدا، شكرا. دلوقتي يلا نخرج من هنا. استنوني. أخيراً إحنا أحرار. طيب دلوقتي هنفترق. اشوفكوا بعدين. أو ممكن تسيب لنا واحدة من دول؟ مصدق ده يا سيث؟ دول شكلهم ميات. لا، ألفات. هاي ممكن بس وبطل تعمل دوشة كده. احنا خلاص انتهينا. هو اسكت عشان ما يشوفوناش. بس أنا عندي فكرة.
ايه هي الفكرة؟ محتاجين نلاقي تنكر. ايه؟ ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ اوش، استنى شوية. تمام لحد دلوقتي، ناقص بس نعدل شوية في لون بشرتك. ايه مشكلتك مع بشرتي؟ حاجات كتيرة بس هنظبطها دلوقتي. كده أحسن، كده شكلك بالظبط زي كبير السجانين. بس انا ما ينفعش اكون زيهم، انا ما اعرفش اتصرف زيهم اطلاقا، ما انت عارف كده. صح، نسيت أقول لك على أهم جزء في خطة هروبنا. طيب ايه هي؟ الارتجال. مين ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ وفي ايه بالظبط؟ حاول تتصرف طبيعي زي اي زعيم حقيقي. الزعيم. ايوه، ده انا زعيمكم. ما تقفش ساكت كده، يلا بينا. سعيد بمقابلتكم، بس الزعيم عنده شغل زعامة مهم لازم يعمله دلوقتي. يا زعيم. يا سكان. يا زعيم. سكان. يا زعيم. سكان. زعيم. ايوه. زعيم. سكان. زعيم. 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 سكان. زعيم. 2 سكان. زعيم. سكان. زعيم. سكان. زعيم. سكان. زعيم. سكان. زعيم. سكان. سكان. زعيم. زعيم. انا مش قادر استحمل اكتر من كده. زعيم. اعدموا الراجل ده. سجان. زعيم. بلا 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 بلا. ازيك؟ انت ازاي؟ قصدي زعيم. سجان. لازم نلاقي مكان مش زحمة من غير كل السجانين دول. نجينا بالعافية. ما تقلقش، دول لسه فاكرينك الزعيم بتاعهم. كنت قاعد على الحمام عشان افك نادي. لا 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 ايه اللي شايفه قدامي ده؟ ممكن ابدا اتوتر دلوقتي؟ دلوقتي الوقت المناسب. شكرا. لحظة، ده معناه ان في 2 مني؟ حصلت ازاي دي؟ ايا كان، اعدم الزعيم فورا. ايوه، اني واحد. انت هو ده. كودي، دول أغبياء قوي، اديهم أي أمر تاني، دول فعلا أغبياء. هي احنا مش اغبياء، مش كده؟ سيبوا الكل. اعدموا الكل. اسمعوني، ده امر عاجل. هي لازم تنفذوه مهما عملت او قلت بعد كده، حتى لو حاربتكم. فهمتوا؟ اعدام كل الزعماء. انا بلغي الاوردر ده، ما تعملوش ده. هي انت فاكر نفسك بتعمل ايه؟ انا بأمرك تثبت مكانك. هي ما شفتش الزعيم بتاعنا تحت؟ لا، اظنه لسه تحت الميه. عارف، الارتجال من وقت للتاني ساعات بيكون ممتع. أنا مبسوط إن عندنا حاجة نعرضها من مغامرة النهاردة. هي اظني هاخد دي.
مش معقول. سيف، ممكن تيجي هنا؟ أكيد. ثانية واحدة بس. ايه عملتها. طيب يلا نجربهم. انت جاهز؟ مالك فيه؟ يلا يا مورتون، حاول تتصرف كعنكبوت خنزير محترم. يلا هساعدك. سبايدر بيج، سبايدر بيج بيعمل زي ما سبايدر بيج بيعمل. ممكن تأثر في الشبكة. لا طبعا هو خنزير. خد بالك ده سبايدر بيج. ده الزي بتاع كات وومن. لا مش هو، ده زي باتمان. بس اللوجو المفروض يكون على الصدر، لكن مفيش داعي يكون. انا هروح اشوف. اوه شكله لطيف جدا. ده انفجر. هي انت كويس؟ ده ما كانش ده كان كريبر حقيقي، يعني كريبر بيبي. انا ما كنتش اعرف ان كريبرز عندهم بيبيهات، او انهم ممكن ينفجروا كمان. كودي، الزي بتاعك. ايه اللي حصل له؟ لا، انا اعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن اروح الحفله من غير الزي. طيب انا عندي زي احتياطي، لكن ما اعتقدش هيعجبك. هاته بس. مش عاجبني. قلت لك. يلا يا كودي بسرعة، ما تتأخرش. الزي ده تقيل، مش مريح. أنا مش بحب الناس اللي جايين الحفلة بتاعتي. أي أخيراً جيتوا. اتفضلوا ادخلوا وخدوا راحتكم. أول ما كل يوصل هنبدأ. هنحتفل لحد الصبح، وبعدها هضطر أنضف الفوضى. ها؟ سيف، ساعدوني. كودي؟ هاي أشلي. طيب قوليلي، عندك زي احتياطي ولا حاجة؟ أنا آسفة، ما عنديش أي حاجة تانية ليك. أنت عارف، في الحقيقة أنا شايفة إنه لايق عليك. ده بيخليني شكلي تخين. مش معقول، شكلك حلو. هو بيخليني عايز أهرش جامد. طيب يا جماعة يلا نبدأ. أيوة. طيب يلا كفاية يا جماعة. مش عارفين إن دي جريمة؟ ما ينفعش تحتفلوا كده من غير أنوار ديسكو. إيه؟ العميل شنايدر بيكر، صلح ده فوراً. أنا في الخدمة. طيب جاهزين للقصة دي؟ اسمعوا كويس يا جماعة. مستحيل. أي حد غير كودي، أرجوكوا. فات الأوان، أنا اللي هحكي القصة دلوقتي. جدي الكبير توماس فرانس رودريغيز. ده كان عالم مشهور وفيلسوف وكمان صياد وحوش محترف. حاجة مقرفة. أول ما اتقال اسمه كان الوحوش بيموتوا من الخوف. لا، ده توماس فرانس رودريغيز. احنا لازم نهرب. دول ممكن يهربوا كده تاني. طيب أنا جاي. خد امسكني ده. أنت بتعمل إيه؟ هاي اظهروا شوية احترام للقصة المرعبة دي. أيوة، مفيش مشكلة ومفيش حد خاف. طيب إحنا كنا فين؟ صح، توماس كان دايما بيأدي شغل بدقة في تنفيذ عقوده.
هاي احنا طلبنا منك تتعامل مع الهياكل. دي راس زومبي. الزومبيز ما اذوناش ابدا. في الواقع هم ساعات كانوا بيساعدونا. طيب شايفين كان لازم تبقوا حذرين اكتر وانتوا بتشرحوا اهدافي. ايوه دي غلطتكم. يلا بسرعه ادفعوا. في يوم من الأيام توماس أخذ مهمة ما حدش كان هيوافق عليها غير مجنون. اهلا، انا توماس وانا مجنون. توماس فرانس رودريغيز تم تعيينه لقتل دراكولا نفسه. دراكولا كان ساكن في قلعة هايوود المعزولة، ومواجهته كانت هتكون أصعب معركة في حياة توماس. استنى، كان لازم اجيب معايا توم. مش مشكله. مش مصدق اني ما جبتش توم في معركه مع دراكولا. لحظة واحدة، أنا جاي. جه وقت التحضير لمعركتنا. انا حاسس اني عجزت النهارده. يلا هتشوف. اوكي، فين الكائن اللي بيشرب؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ كنت مستنيك يا فان هيلسينج. توماس فرانس. انا توماس فرانس مش فان هيلسينج. بجد؟ طيب استنى لحظة، مش هطول. أيوة، أهو هنا. فان هيلسينج مش هيقدر يجي النهارده لأنه عنده حصة بيلاتس. طيب كنا فين؟ ايوه، انا كنت مستنيك يا توماس فرانس. ايوه يعني شوف، لو ده كان نوع من الخطأ، حابب اوضح لك حاجة. كفاية كلام، تعال هنا. خد دي. الترا ساوند. خد دي. فخ فران بجد. طيب الخفافيش تقريبا زي الفرطار، صح؟ انا خفاش مش فار. الفرق مش كبير قوي يعني. اوف ده غبي قوي. انا اسمي توماس، مش صعب خالص. ده واو مين أليسين. كنت فعلا فاكر انك ممكن تهزمني. انت اصلا ضعيف. ابعد ايدك عني يا همجي. النصر هيبقى ليا. النصر ليا. انت متأكد من ده؟ انت فعلا افتكرت ان دي كانت كل اسلحتي؟ أرجوك ما تقوليش إنك هتستخدم توم. في الحقيقة انا نسيت احطه في الشنطة، لكن جبت معايا نانشاكس. نانشاكس؟ طيب خلاص، كفاية بقى. إحنا الاتنين عارفين إنها هتبقى إيه. قلت لها. شكلها دي النهاية. ايه اللي بيحصل دلوقتي ده؟ ده عشان يبقى فيه توتر في الجو. كمل. تمام، احنا كنا فين؟ ايوه. شكل دي النهاية بتاعتك يا توماس فرانس. بس انا مش مجرد صياد وحوش، انا على فكرة نص انسان ونص كريبر. ايه؟ انت بتتكلم عن انهي نص؟ النص اللي فوق ولا النص اللي تحت؟ وبكده ضحى توماس فرانس رودريغيز بنفسه علشان يهزم الفامباير القذر ده. لكن يا ترى دي كانت النهاية؟ بعد كل ده لحد النهارده الناس اللي بيشوفوا سقف قصر هايوود بيحكوا عن رؤية شبحه الميت. لكن مصاصين الدماء خالدين.
التفجير مش هيقتلهم. لكن هم عرضة للنار والتفجيرات زي النار، صح؟ مش مهم. الوقت اتأخر كده كده. أغبى قصة كلكم سمعتها في أكيد حياتي. عايزين ترجعوا بس ما البيت، صح؟ تقلقش، هنألف قصة أحسن السنة الجاية، أنا متأكد. بس القصة دي حقيقية بجد. أقول لك على حاجة، أنا مصدق. يلا نرجع للبيت. للأسف القصة مش صحيحة تماما يا كوني. بعد كل شيء جدك فشل في إنه يهزمني للأبد. كاميرا غبية. انتوا ليه بتعملوا كده كل مرة اقول لكم؟